من التقنيه اذا صح التعبير على التقنيه اللي دخل بيها الهكسوس مصر، اللي هي الخيول والعجلات الحربيه، مع ملاحظه الصنايعي المصري. لو قلناها يعني الصنايعي المصري ابتدى يبتكر شويه على موضوع العجلات الحربيه دي، ان هو يخلي العجله اخف شويه، ان هي يبقى الخشب بتاعها خشب شبه مجوف عشان تبقى اسرع، ويخلي العجل بتاع العجله دي هم عجلتين بس، مش 4 عجلات زي العجلات بتاعت الهكسوس، تبقى عجله واحده وعجله متفرغه معمول لها، لو صح التعبير يعني زي بالظبط كده الريش بتاعت العجل بتاع دلوقتي. عمل لها حاجات زي ريش عشان يخف الحمل عليها وهي بتجري. خلى العجله يركب فيها 2 بس بدل 3، وخلى العجله عشان تبقى اسرع يجرها حصانين بدل حصان واحد. ابتدت المقاومه المصريه للهكسوس دول في كذا معركه، من اول سكن الرع اللي هو بتاع الاول، اللي هو اول تقدر تعتبره اول ملك شهيد في مصر. الموميا بتاعته موجوده كانت في قاعه الموميات في مصر اللي اتنقلت متحف الحضاره دلوقتي، وهو مضروب بفأس اسيوي في راسه. واضح جدا حاله التحنيط اللي هو تم التحنيط على عجل، اللي هو يعني ضرب في المعركه. واضح جدا الاصابه اللي هو اتصابها هو الى اخره. اللي هو بتاع تاني اللي هو كاموس ده برضو اشترك في المقاومه، وجه بعدهم بقى اللي اللي الناس كلها عارفاه، مؤسس الاسره 18 احمس. ده بقى اللي قاد معركه التحرير ضد الحتشبسوت او الهكسوس. هنا نقدر نقول هي بدايه الدوله الحديثه اللي هي بيقال عليها علميا عصر الامبراطوريه، واللي هو قائد الاسطول المصري. الفتره بتاعت احمس دي بدايه المقاومه، يعني مش بدايه المقاومه، بدايه الجيش المصري او رجوعه لشيء من التنظيم شويه. نبتدي بعد كده نتكلم بقى عن